حبايبنا اللزم، الأمهات في غزة بيحاولوا دايما في نص الأسبوع يعملوا مجدرة ومقالي عشان في نهاية الأسبوع يعملوا مقلوبة أو مفتول أو فتة غزوية. الفتة الغزوية هي الأكلة المميزة لأهل غزة، تشبه كتير المنسف، ولكن أهل غزة بيعتبروها أطيب بكتير من المنسف. اللحمة البلدي بنزل فيها على المية الباردة، حتى اللي كمان بحطها زي ما هي جوا المية. طبعا عنصر أساسي يوم الجمعة في اللمة الغزوية هي القهوة السادة. بطحن تشكيلة من أنواع البن، وأنا عندي كذا نوع بن بعمل فيها تشكيلة عشان تطلع زاكية كتير. بقش الزفرة تبعت اللحمة وبحضر البهارات هي الهيل والقرفة وورق الغار والقرنفل والفلفل الأسود. وطبعا لازم ضروري جدا للفتة الغزوية حبة بندورة وحبة بصل بحطهم على المرقة، وهذا هو السر في المرقة الزاكية جدا تبعت الفتة الغزاوية. بنزل بالبهارات وبسيبها تغلي تقريبا ساعتين، بغطي عليها عشان النار تكون قوية وتضل تغلي وتبقبق. القهوة الخشنة اللي طحنتها بنزل فيها جوا الدلة وبدق عليها شوية حبات هيل، وإذا بحب بضيف عليها عود قرفة صغير وكم من حبة مسمار قرنفل ومية باردة، وبسيبها تغلي تقريبا ساعة كاملة. بزود مية عشان لما تغلي راح تنقص المية عليها. بالنسبة للملح عياره تقريبا 10 جرام لكل كيلو. عندي تقريبا 10 كيلو لحمة مع 5 كيلو مية في النهاية، يعني بضل فتقريبا 150 جرام. في هذه الأثناء بحضر الرز تبع الفتة الغزاوية. الرز طبعا مصري حبة قصيرة، باخد تقريبا ربع أو ثلث الكمية بحطها على زيت حامي وبضل أقلب فيها لغاية ما تاخد لون أشقر أو بني، وبعدين بغسل باقي كمية الرز وبنزلها فوق الرز اللي حمصته بقلبه. مرة تصل الرز 7. بعدين باخد من المرقة اللي بتغلي. طبعا المرقة هنا أهم إشي في كل طبخة عشان باخد منها للرز وباخد منها شغلات تانية كتيرة كمان. بحط تقريبا قد الرز مرة ونص مية. طبعا خلصت القهوة هنا غلت وصارت جاهزة 100%. بنزلها في الثيرمس وبحطها على جنب وهيك صارت جاهزة 100%، وبقدر أضيفها للضيوف. اول ما الرز ينطبخ ويجهز بغطيه منيح بالقصدير وبحطه جوا حرام، او اذا عنده بقجه بحطه جوا البقجه وبغطي عليه وبحطه على جنب. هيك صار جاهز 100%. طبعا في غزه ما بنقلي لوز، بنقلي فول سوداني مع الفته الغزاويه اللي هو الفستق. هلقيت دور الدقه، وهذه اهم شغله في الفته الغزاويه وهذا اللي بميزها عن المنسف، غير انه ما فيها جميد. فلفل وثوم. غزاوية ولا مش غزاوية يا اخو؟ ما انا فحصت شهادته بالاول. ايوه اسمع، هذا اطول واحد بيجي عندي بالبرنامج. مبين معك مش عارف يعني بده كاميرتين فوق بعض عشان تجيبه. طبعا ما ضل وقت بنزل عليهم عصير ليمون، واهم اشي هنا انزل عليهم المرقه اللي سخنه عشان تنطبخ الدقه وتصير جاهزه. فلفل بسخون خارجيه اللي بده بيحط. وصلوا ضيوف لليوم. هذا زلمه محترم تعرفت عليه في المطعم، زبون كان عندي مش غزاوي ولكن عنده عروض غزاويه وبيعرف كل شبر في غزه. الفت بنزل عليه بالمرقه، وبعدين الرز اللي صار 100% جاهز. احنا لازم نخبيه. قدر خليه هاي عمرها 100 سنه. هذه عندي واحدة أنا 100 سنه عمرها. والله طيبة هاي استعمل نوع سمنة الزفر. لا ما استعملتش سمنه، ما انا جبت نص خروف بلدي مع الليه نفسها جوا اللحمه. قعدنا نحكي عن غزة واللي بصير فيها، وفي الآخر عزمته على فتة غزاوية. حبينا نعمل جو هيك ولمة غزاوية نتذكر فيها أيام زمان اللي إن شاء الله بترجع. بعدين بنزل باللحمة والفستق اللي هو الفول السوداني وبقدمها وصارت جاهزة وصحة وعافية. ضروري تجربوها لأنها يمكن أطيب أكلة في العالم كله، خصوصا مع الدقة بسم الله تبعت الفلفل. اهلا وسهلا. خد دقه خد. ايوه دقة. طالع معك روح. يا اخو طيبة والله يا اخو. حبيبي صحه وين؟ هذه أكلة فتة في بيت أبو جودة الكريم، تأكلها وكأنك تأكل آيس كريم وتقول يا رحيم. من الفلفل. حبايبنا لازم نغجاجه. حبايبنا لازم كل رز مع لحم الغنم. ضد النار. منيحه منيحه. شلونك يا اخو؟ وطبعا أهم إشي في الأكل الغزاوي يوم الجمعة بعد الفتة الزاكية هذه هي البطيخة. يا سلام لو نشكح بطيخة بتبرد علينا بعد الحرارة اللي حتصير فينا، هذه اللي حتولع فينا بعد الأكل. واحدة واحدة الواحد ياكل مش تنتين مع بعض. حبايبنا اللزم.